تعالوا بقى نشوف طبق التونة الحلو ده اللي يفتح النفس ده. حضرناه ازاي مع بعض وهنشوف ايه، طبعا عملنا ايه الخطوات. يلا بينا نبدأ الفيديو على طول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم نونة من قناة حياة نونة. أول حاجة بقى عملناها في التونة، أول حاجة أنا بصفي الزيت اللي بيبقى محفوظ فيه التونة ده، لأن طبعا بيبقى كله مواد حافظة، فاحنا مش ناقصين. المهم رميته كله وأنا كنت جايبة علبتين تونة أهو، هافضّيها معاكم ونشوف هنحضّرها إزاي مع بعض. بجد يعني أنا عارفة إن هي ما فيهاش افتكاسات ولا أي حاجة، بس دي على طريقتي أنا، يعني أنا باكلها كده، فبتبقى حلوة أوي، ما فيهاش زفارة، ما فيهاش أي حاجة. كده أنا فضّيت التونة خلاص، وبعد كده هاجيب إيه بقى، هاحط يعني نُص كده معلقة خل صغيرة فيها. ده بقى اللي بيخلّيها إيه، ما تبقاش فيها طعم زفارة خالص ولا أي حاجة، بالعكس بيبقى ريحتها حلوة كده وتقضي على أي إيه، زفارة فيها. وبعد كده هاحط الزيت، طبعًا الزيت بقى على حسب الكمية، أنا باحب أحط زيت قليل. خلاص كده، معلش يا جماعة الدنيا كانت ضلمة عشان النور أساسًا كان يعني مقطوع وكده، تمام. بس، فبنشتغل على الفلاش بتاع الموبايل. بُصّوا بقى، بعد كده هاجيب بقى ليمونتين، أعصر الليمونتين كده عليها عشان يبقى بُصّي، الأسماك أو أي التونة تحب الليمون، فأنتِ كتّري ليمون. خلاص، أنا حطيت هنا ليمونتين هاحطهم كده زي ما أنتم شايفين. بجد، بجد طبق التونة ده لوحده بس يتاكل كده بالعيش بيبقى حلو جدًا وبيفتح النِفس جدًا وكُلّه فايدة عالية جدًا. لو أنتِ عندِك أطفال، لو أنتِ كلتيه بجد فايدته عالية أوي. بس كده أنا حطيت الليمونتين، هاجيب بقى إيه، فلفل كده حراق. طبعًا أنتِ لو مش بتحبي الفلفل الحراق ما تحطيهوش. خلاص، هاقلّب بقى الأول الاتنين مع بعض كده، هاقلّبهم كلّهم بقى إيه، عشان الليمون مع الخل مع الزيت ياخد في بعضه كده، يعني التونة تاخد المكونات كلّها. قولوا لي بقى أنتم كده في الكومنتات بتاكلوا طبق التونة عامل إزاي، واللي ما بيحبش حاجة فيه يقول لي برضه، ولو أنا مثلًا في زيادات كده قولوها لي. بُصّوا، أنا كنت نسيت إن أنا أعمل بصلة، فقطعت ورُحت إيه حضّرتها وجيت لكم تاني. هاقطّع برضه بصلاية عليها، طبعًا أنتم عارفين البصل مفيد جدًا وبيبقى حلو أوي مع التونة. يا سلام بقى لو أنتِ جبتِ الفينو وحطيتِ ساندوتشات التونة فيه بالبصل والحاجات والفلفل والكلام ده، يا سلام! بس أنا كده قطّعت البصلاية، هاقطّع بقى الفلفل الحراق. تقدري تستبدليه لو أنتِ مش بتحبي الحاجات الحراقة، تقدري تستبدليه بفلفل رومي، ألوان بقى الأخضر براحتك. يالّا بقى أنتِ لو وصلتِ لحد هنا حطّي لي لايك الحلو كده من إيديكِ الحلوة، وشجعيني كده عشان أبقى أعمل لكم بقى فيديوهات كتير إن شاء الله، و وروتينات وكل حاجة. بس شجعوني عشان نخلّص بس ساعات المشاهدة. أنتم عارفين 4000 ساعة مشاهدة، فبتبقى الموضوع كبير أوي بالنسبة لي، أنا لسه باقول يا هادي في المشاهدات، فربنا كده يجبر بخاطري كده وتشجعوني. طبعًا أنتم يعني هتساعدوني بعد ربنا بإذن الله، لو ربنا رايد إن شاء الله تساعدوني باللايك الحلو بتاعكم والمشاهدة الفيديو لحد الآخر كده، وهتستفادي إن شاء الله مني بإذن الله. بس كده قطعت الفلفل والبصل زي ما أنتم شايفين، هاقلبهم بقى كلهم مع بعض كده، كده بقى الطبق بتاعي خلص. يعني بُصّوا الطبق ده حلو أوي، جرّبوه بجد والله حلو. أنا عارفة إن في ناس بتعمل أحلى من كده بكتير، بس جرّبوا الطريقة دي حلوة أوي بجد. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.